بعد كل الغربة اللي عشتها هي وصلت أول دولة من رحلتي بلجيكا، أنتورب بالإنجليزي. يمكن الناس تشوفها بداية عادية، بس بالنسبة لإلي هاي بداية مجهولة، بداية من تحت الصفر. والله زحمة هون، بس بتشبه هولندا كتير يعني بلجيكا. مدينة مش زحمة كتير. ما عم دور على أماكن سياحية ولا مناظر حلوة، بدي أوثق الحياة مثل ما هي. الشوارع، الناس، المطر، حتى اللحظات الباردة اللي بتحسسك بالوحدة، بس بنفس الوقت في شيء جواتي عم يقول لي كمل. هون بأجروا البسكليتات، بدك تنزل تطبيق يمكن 2 يورو على المشوار، ربع ساعة هيك شيء. في شيء مشابه له بهولندا، رح ترجع البسكليت. عم بدور على مصف بالدفع، شوف كان للدفع، المعلومات كلها. بتحس حالك ماشي بدولة عربية. شوف مثل هون معلم عيادة أسنان، شوف تحس حالك بسوريا أو الأردن أو لبنان أو مصر. بس هون نفس هولندا معلم. Thank you. This one. Yes, thank you. شو هذا؟ You from? I'm from Chile. 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 It's Where's this? like this long country in South America. Oh, nice. And like, yeah. Do Are you on holiday here in Europe? Yes, I mean. Oh, nice. Me too. Yeah. اليوم أول ليلة هون. يمكن المكان بسيط، بس بعد سنين من عدم الاستقرار مجرد سرير ومكان أقدر ارتاح فيه صار حلم. كل شيء تركته وراي بهولندا، ناس، ذكريات، حتى اللغة اللي صارت جزء مني. اليوم بدي أبدأ صفحة جديدة من هالمكان. اليوم أنا ببلجيكا، بكرة طالع لدولة جديدة. شكرا للناس اللي دعمتني، لولا الله ثم هالناس كنت ما رح أقدر أستأجر هذا الهوستل، ولسه الطريق لقدام إن شاء الله يكفوا المصاري. الحمد لله. والله مطبخ كويس. الغرف شبيهة للكامبات، بتلاقي واحد من أمريكا وواحد من ألمانيا، تتعرف على ناس. بكرة طالع الساعة 10 بكير، هلا بدنا ننط من دولة لدولة. اجتماع كل الأعزاء والمتابعين والمتابعات، تفضلوا. How old are you؟ هي برا قعدة التراس، بس ما تنزل الشتي. قعدة ريلاكس. هذا اللي قاعد جوا شكله يوتيوبر، عنده هيك كاميرا معلم. يعرنا اياها شوي احسن ما احترى الموبايل قد ما مصور فيه. اعطونا هذا الكرت هيك، شوف ما بيفتح اذا ما حطينا الكرت. لازم تحط الكرت لحتى يطالعك لفوق. لا شوف لازم تحط هون، غير هيك ما بيشتغل. يجي واحد من الشارع يطلع على الطوالع ما بيقدر. الغربة ما بس أماكن، الغربة لما تصير ما تعرف وين تنتمي. ما بعرف إذا بلجيكا رح تكون محطة قصيرة أو بداية جديدة، بس بعرف شيء واحد، كل خطوة عم توصلني أقرب من حلمي. لقينا محل بأنتفيربن، وأخيرا محل عربي. 30 دقيقة لو وصلت لك معلم، عندنا سفرة. أهلا وسهلا. والله على راسي، الله يسعدك. لعبنا رياضة اليوم. شو اسم المحل؟ مود. شوف الشاورما معلم على الفحم صح؟ أحيانا ما بخاف من السفر، بخاف من الوداع. يمكن لأني ودعت كتير، سوريا، هولندا، وحتى الناس اللي كانوا حولي. بس الشيء الوحيد اللي ما ودعته هو الأمل. لسه مؤمن إنه بكل خطوة في شيء ناطرني. هي بالإنجليزي إذا كتبتها بتشوف الفيديو إن شاء الله. يمكن السفر ما هروب، يمكن هو محاولة نلاقي نفسنا من أول وجديد. كل طريق بمشي بيخلي فيني أثر، بيمحي أثر غيره. بس الغريب إنه مهما مشيت لسه في شيء جواتي ناطر يوصل. هاي الكنيسة من معالم مدينة أنتفيربن. هيك لوين؟ وطولة تختي لليلة. فارت أقسم بالله ما عاد في حيل خالص. هلا الساعة 8:30، نغير ندق نومي، تشبع نوم، بكرة بكير إن شاء الله للدولة الجديدة. اليوم الأول انتهى. بلجيكا كانت الخطوة الأولى بس ما الأخيرة. هاي غرفة مشتركة 4 سراير،
وتواليت وحمام. تحس حالك بكمب بس كويس يعني. هون الخزاين ما بتكفيك عليه الحال لشنطة وحدي. نرجع كل شيء مكانه ونكتنا له الغرفة بس مشان صور كل شيء. صارت عندي سوسي وعادي. هاي ما شنطة علي الحلال طلع كل شيء لازم. طيب حاولت اترك كتير تياب مع ذلك طلعت قال يا اخي رايح ماني عرفان شو الوضع، ماني عرفان راح استقر، راح ارجع، راح تزبط اموري. ما بعرف لوين ممكن توصل فيني هالرحلة، بس اللي بعرفه إنه كل محطة عم تخليني أفهم حالي أكتر. ما مهم وين رح نام بكرة، المهم إني لسه عم كمل. يمكن بكرة يكون يوم جديد، بس الليلة بدي بس ارتاح من كل شيء. الطريق قدامي طويل وغامض بس رح كمله خطوة بخطوة. احذروا بالتعليقات شو رح تكون الدولة القادمة. عم نجهز الهوستل كله على الساعة 11 لازم نفضى إلى دولة تانية. بس هاي الدولة الجاي تقريبا بدي 3 ساعات ونص ل4 ساعات لوصلها. احذروا بقى. والله الجو أنا مستغرب. شوب يعني صرنا مثل الرحالة. شوف على الشنطة يا معلم. هذا يا زلمة تقول شايل حجر. أشوفكم خير الدولة القادمة. هون وقت تسليم الكرت يا معلم. شوفوا هون عندنا فطور. هاي